بعد الغيبة طويلة رجعت وما رجعتش بداية فارغة. اليوم باش نودكم ببلا يعمل 66 كيف. تصوروا فلفل محشي بالكريفات. اللي باش يجرب البلا هذا ويذوقوا ما عادش باش يبطلوا. يلا تبعوني ليزانغريديون الكل تلقاوهم مكتوبين. نظفت الكريفات بالطبيعة وخليت كعبات باش نزين بيهم. اول حاجه باش نعملها توا نرحيو الكريفات نتاعنا، ما نرحيوهاش برشا باش نحطها في الصحفه ونضيفوا عليها توا التوابل. تلقاوهم الكل مكتوبين. حطيت زيت ثوم، زوز مغارف كبار شابلور، حطيت بصل مقطع جويد ومعدنوس. باش نضيف توا زوز مغارف كبار من زيت الزيتونه وناخذ العظيمه نحركها. وحطيت الشطر خلطت ومن بعد حسيت الخليط ناقص، كملت الكعبة كاملة. لميت الخليط متاعي شو نقول لكم على الريحة. عمرت الكعيبات وخيرت اني باش نغطيهم كيف قبل بالخطايا متاعهم كالزبنية، الخطايا متاع الفلفل. كملت الكعبات الكل، قعد شويه من الخليط حطيتها في كعبه الطماطم. باش ناخذ توا البلا متاعنا نحط فيه الصوص طوماط. ننصحكم ديما حضروها وحطوها في الكونجيلاتور في البيبسات الصغار كي تستحقوها مدوها. حطيت البلا ومن بعد لقيت البلا صغير، عودت حطيت فيما اكبر باش يطلع لي مزيان. صففت الكعيبات متاعي، حطيت كعيبه الطماطم وكعيبات الكروفيت، رشيت عليهم شويه من الفلفل الاكحل ودخلتهم للفور. وشوش نقول لكم على ريحه الكوجينه وريحه الدار. وهذه كانت تدبارتي لليوم. صحيا يعمل 66 كيف مدخم. ان شاء الله عجبتكم الدبارة، وقولوا لي شنو رايكم في لي كومنتير. وصحة وبشفى ليكم.